حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي افضل صحة يا رب. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض غدا حلو قوي وسهل وسريع. هنعمل ايه؟ انا هنا مقطعه بصل وبطاطس مكعبات وقرن فلفل حراق وكمان قرن فلفل احمر. اما دي ليا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه بالليا دي ليا كانت عندي في الفريزر. رحت جايبه حله فاضيه كده يا حبايبي، حطها على النار ونازله فيها بالبطاطس والبصل والفلفل والكلام الحلو اللي انتوا شايفينه ده كله. وهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اقلبه كده تقليبتين، اشوحه يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، بس اهم حاجة في النقطة دي وطي النار. تاني حاجة هنزل عليهم بمعلقة سمنة، وهبدأ برضو اشوحهم مع بعض تشويحة حلوة كده. كل ده وانا موطية النار على قد ما تقدري. خلي النار هاديه عشان البطاطس ما تلسحش منك. وهنا بقى كنت جبت اللية وابتدأت عملت ايه؟ قطعتها حتت صغيرة وهنزل عليها بالبطاطس. انا عملت معاكم البطاطس دي في فيديوهات كتير بس ما عملتهاش باللية. وهبدأ زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اشوح فيها شوية برضو وانا مهدية النار على الاخر. تمام. هنا بقى كنت قطعت فصين توم او فص، او عايزة تستغني عن التوم خالص براحتك. وابتدأت برضو انزل عليهم بالبطاطس واللية والفلفل. هنا بقى انا بطلع القوطة جامدة كده من الفريزر وببدأ احطها على البطاطس على طول. ليه بتعملي الحركة دي؟ عشان خاطر ان انا اصلا كده كده لو كان عندي طماطم بره كنت هقطعها، فانا كده كده مش هسيبها سليمة. يعني في جميع الحالات انا هقطعها، فانا لما ببقى مطلعاها من التلج كده بحب احطها على طول على الاكل وهي هتدوب لوحدها، ويمكن ده هتشوفوه بعد البطاطس ما تستوي. تمام. هنا جبت اهو الطبق ده مليان ميه على حسب كميه الميه على حسب البطاطس اللي انت هتعمليها. تمام كده. زودتها كمان شويه بطاطس. وهبدا اعمل ايه؟ هبدا برضو اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هبدا احط لها ايه بقى؟ احط لها الملح والكمون، او شويه ملح، وهحط لها كمان شويه كمون وهرفع يعني هعلي عليها النار شويه. تمام اهو. بس هديهم ايه تقليبه كده مع بعض، وبعد كده هعلي النار بقى عليها شويه. تمام. او زي ما انت شايفه كده. الطماطم طبعا مش هتفضل بحالها، هي هتستوي وهتتهري مع الاكل بس لما يغلي. هنا خلاص اهو كانت غليت معايا. بصوا شايفين اللون؟ جميله وطعمها تحفه تحفه تحفه. هعمل انا بقى ايه في المرحله دي؟ هرجع تاني اوطي النار عشان خاطر البطاطس والليه بتوعي يستووا. تمام. زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقول لكم القوطه خلاص يعني ما بقاش ليها اصلا اثر في الجمدان، بقت عباره عن كني انا مقطعاها زيهم بالظبط. يعني انا كده كده كنت هقطع القوطه حتى لو كانت سليمه لاني انا مش هعصرها. تمام. بس هنا كانت البطاطس بتاعتي التحفه استوت زي ما انتم شايفين كده اهو. بقول لكم بصوا الطماطم اتهرت كمان. وهبدا بقى اغرف شويه البطاطس بتوعي الجمال دول. وكمان هطلع بقى جنبهم شويه ليمون كده من اللي انا كنت مخللاه، وهنبدا ان احنا نتغدى بالف هنا والشفا على قلبنا. اهو. كمان طلعت جنبهم كده. انا بطلع ليمونتين بس، ليمونتين ليمونتين على حسب الاكل اللي احنا هناكله، على حسب عدد اللي قاعد. عشان خاطر ما بحبش ارمي الليمون بعد كده، لو عوزت بجيب. بس كده. واجي الغدا بتاعي النهارده. وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه. اشوفكم